الغدا بقى اللي بيتعمل في ثواني معاكي ما شاء الله. كيلو كبد وقوانص مغسول متنضف كويس جدا، وعندي هنا بصلة عادية جدا وحبيتين طماطم وقرنين فلفل مقطعاهم كده مكعبات، وبصلاية خضرة مقطعاها برضو مكعبات، وعندي هنا حباية من البطاطس محمراها معايا ما شاء الله مكعبات. هنا بقى بنزل عندي بكل الخضار معايا على الكبدة والقوانص في الصينية، واروح متبلاها معايا بكل حاجة، معلقة صغيرة كزبرة ناعمة وملح وفلفل اسمر وبابريكا وكمون، وعندي هنا بقى ورق لوري وكمان معلقة كبيرة من الزيت. بخلط كل المكونات كده معايا مع بعض كده ما شاء الله، اتأكد ان كل المكونات اتبهرت معايا، واروح عندي على نار متوسطة جدا اغطي عليها واسيبها تستوي معايا. اجهز هنا بقى عندي كيسين مكرونه كده احمرهم كده بسرعه ما شاء الله، مع معلقه من نص معلقه كده صغيره من الملح علشان مش تتحرق معايا. هنا بقى الخطوه اللي بعد كده بفتح على الكبده واروح حاطه عندي معلقه كبيره من الثوم وكمان معلقه كبيره من الخل، اسيبها تستوي معايا برضو على النار. المكرونه اتحمرت معايا، بروح عندي 3 حبايات طماطم انا بشريهم، بروح مشوحاهم كده الاول مديهم تسخينه كده مع المكرونه، وبعد كده مظبطه عندي الملح ومظبطه كمان العقد بتاع المكرونه من الميه. ادي اتشربت معايا بقى، وادي الكبده استوت معايا. اخر خطوه بقى بنزل عندي بالبطاطس، وبعد كده عصره ليمونه، واحلى غدا يا ستي الكل تعمليه في ثواني، مشبع جدا بقى ما شاء الله، حاجه سهله وبسيطه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.